صباح الخير ويا صباح الياسمين والورد، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده جايه لكم بفيديو جديد. تعالوا بقى هوريكم انا جبت اللي هي الكتاكيت اللي هي الصاصه. بصوا كده الكتكوت اللي هو الصاصو اللي هو بيبقى بيربي لحم زي الكتاكيت البيضة. بس بالنسبة للكتكوت دوت الكتكوت ده عامل سعره يا جماعة 21 جنيه. الكتكوت عامل سعره 21 جنيه، اسمه صاصو. بيشيل لحم، بس اللحم بتاعه بيبقى احمر، ما بيبقاش اللي هو الابيض. اللي هو يا جماعة الكتكوت اللي هو الصاصو ده، الكتكوت ده بيربي لحم زي الفراخ البيضة، لكن الصاصو ده بيبقى لحمته حمرا عاملة زي الفراخ البلدي. بصوا كده الكتكوت اهو. طبعا الكتكوت زي ما قلت لكم الكتكوت عامل 21 جنيه، وكان ب20 جنيه، بس كل يوم بأسعار. الكتاكيت كل يوم بأسعار. فأنا جبت 15 كتكوت كده، وقلت لما نجرب كده الكتاكيت دي، وبرده بتبيض. بس هما خلال شهرين تلاقي الكتكوت يعني ايه بقى كبر معاكي، وحوالي 2 كيلو. يعني شهرين بس، هو بيبقى ايه، بيديكي مدة اطول عن الفراخ البيضة. بيديكي مدة اطول ويشيل 2 كيلو عن الفراخ البيضة بيدي، بس لحمته ده بتبقى زي البلدي، بتبقى حمرا اللي هو الفراخ الصاصي، وبرده بتبيض. يعني فيها كذا مميزات. انت عايزاها تخليها موجودة عندك في البيت وتبيض، مفيش مشكلة. عايزاها ان هي ايه تذبحيها للذبيح، برضه مفيش اي مشكلة خالص. اللي هي الفراخ الصاصي ده مفيش اي مشكلة، ممكن تخليها وتبيض، بس برضه بتشيل لحم زي الفراخ اللي هي البيضة اللي احنا بنجيبها ونربيها. فحبيت اقول لكم وانا طبعا بقالي كتير قوي ما نزلتلكوش اي فيديوهات خالص. فانا بعتذر جدا لان كان عندي ظروف، فما قدرتش ان انا انزل فيديوهات. بس ان شاء الله باذن الله هبدا ان انا انزل كل يوم معاكم فيديوهات كتيره جدا، وكمان انا جايبه يعني عامله لكم مفاجآت كتير. فان شاء الله باذن الله حبيت بس اعمل لكم فيديو على الفراخ الصاصو. الفراخ الصاصو يا جماعه زي ما قلت لكم ان هم 60 يوم، ولو 60 يوم وبتبقى معاكي 2 كيلو، وبيبقى اكتر، لان لو خليتيها اكتر من كده، يعني انت لو طولتي المده بتاعتها ممكن تشيل 3 كيلو ونص، 3 كيلو معاكي، على حسب المده، وكمان على حسب الاكل اللي انت بتحطيه. طبعا ده عمر يوم. لسه هنحط له اول حاجه المحلول زي ما انتم متعودين معايا، وهنحط له العلاج بتاعه زي ما انتم شايفين. فبسم الله ما شاء الله. اصلا الفرخ معايا الله اكبر اهو. بصوا كده عامل ازاي. طبعا اللي هو الفراخ الصاصه حلوه جدا وفيها كذا مميزات. اللحمه بتاعتها بتبقى مسكره وحمراء، وكمان بتبقى لو انت عايزه تخليها تبيض بتبيض، لو عايزه تذبحيها للاكل مفيش اي مشكله. يعني فيها مميزات كتيره جدا. والفراخ الصاصو حلوه جدا، وبتيجي معاكي برده بسرعه. يعني الفراخ اللي هي الصاصو بتيجي معاكي بسرعه. فانا جبت 15 كتكوت، ودي اول يوم ليهم. النهارده هنبدا الدوره بتاعتنا في الفراخ اللي هي الصاصه. بالنسبه للفراخ البيضه زي ما قلت لكم يا جماعه، انا لسه كنت قايله للراجل، بس الراجل لسه ما جابليش الفراخ اللي هي البيضه، عشان طبعا كل سنه وانتم طيبين هنربيها ونخليها لايه لرمضان. فانا حبيت ان انا اصور معاكم الفيديو ده بتاع النهارده، وبعتذر لكم كتير كتير. وفي ناس كلمتني في الكومنتات لكن انا ما ردتش عليها، لاني والله كان في ظروف. فانا بعتذر جدا. فانا حبيت اوريكم فيديو النهارده، ولسه هنطلع نحطهم في الحباسه ونعمل لهم بقى نحط لهم العلاج، ونحط لهم كمان بقى نبدا نحط الاكل بتاعهم اللي هو البادي، العلف برضو البادي. بس الفراخ دي مش زي الكتاكيت اللي انا جايباها، اللي هي الكتاكيت البلدي المشعره. البلدي المشعره يا جماعه بتاخد وقت لما بتكبر، لان دي اصلا اي فراخ بلدي بتاخد وقت معاكي 5 شهور 4 شهور لما بتكبر.
انما دول شهرين يعني 60 يوم وتلاقي الفرخ جه معاكي 2 كيلو اللي هي الفراخ الصافي زي ما قلت لكم. وده كان فيديو النهارده، اتمنى لو عجبكم اعملوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، ونشوفكم في فيديوهات كتير كتير كتير. وكمان انا عامله لكم مفاجآت كتيره جدا، وجايبه جايبه اللي هو الكرك هوريه لكم واوريكم كل حاجه انا جايباها. لكن كان في فتره كان عندي ظروف وكده، فكان عندي يعني ما كنتش فاضيه ان انا اصور او ما كانش عندي وقت. فانا ان شاء الله كل يوم هنزل لكم فيديوهات وهقول لكم على كل حاجه انا جايباها. وهبدا معاكم ان شاء الله بكره او بعده. الراجل باذن الله قال لي يوم الاربع او الخميس هيجيب لي الكتاكيت اللي هي البيضه، هنبدا الدوره مع بعض ونربي فراخنا مع بعض ونشوف بقى دورتنا هتوصل معانا لكام. ونشوفكم في فيديو جديد ونشوفكم على خير ومع الف سلامه. طلعتهم فوق وحطيتهم في الحباسه واللنده الحمراء فوقيهم زي ما انتم شايفين. نظفت المكان وحطيت العفش الرز، وكمان حطيت لهم المحلول بتاعهم، وكمان حطيت لهم العلف اللي هو البادي. كل حاجه انا حطيتها وجهزتهم كده خلاص، واللنده موجوده يعني مش محتاجين اي حاجه. بسم الله ما شاء الله. بصوا مش كاشين في بعضهم ولا اي حاجه خالص، لان لنده فوقيهم والعفش كمان عفش الرز بيدفيهم. والميه المحلول انا حطيتها وهم بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يكرمنا فيهم. وزي ما انتم شايفين، وده كان فيديو النهارده. اتمنى لو عجبكم اعملوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، ونشوفكم في فيديوهات كتيره ومع الف سلامه.